واحد من جبابرة التاريخ اسمه كان كفيل يبث الرعب في قلوب كل اللي بيسمعه. كبار البلد كانوا بيخافوا منه أكتر من الغلابة، ومشاهير المجتمع كانوا بيترعبوا من ظله. ده حتى رئيس الجمهورية ما كانش يقدر يخرج من بيته إلا لما يديله التمام. رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. اسمه الحقيقي صلاح الدين محمد نصر سيد أحمد. اتولد في 8 أكتوبر سنة 1920 في مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، ومستوى التعليم في مكان نشأته في القرية دي كان ضعيف شويتين، لكن والده كان من الناس اللي قدرت تخرج من القرية بشهادة جامعية، وكان مصر جدا على التعليم العالي لأولاده علشان يبقوا أحسن من كل اللي في القرية. وكان صلاح أكبر إخواته، وكان مميز إنه الابن الأكبر لأبوه وأمه. ونال صلاح تعليمه الابتدائي في مدرسة طنطا الابتدائية لغاية ثانوي، اللي كان بيتنقل فيها من مدرسة للتانية لأنه كان بيتنقل مع أبوه من بلد للتانية. يعني مثلا درس في مدرسة طنطا الثانوية، وإنا الثانوية، وبنبا قادن الثانوية في القاهرة. وكان دايما بيشوف أبوه بيصلي، فكان ملتزم معاه ومطيع لأهله وخلقه جميل. وده خلى أبوه يجيب له كاميرا نورتون كانت عاملة 12 قرش وقتها، ودي كانت كاميرا متطورة جدا وغالية بمقاييس الزمن ده. وأبوه كان دايما بيخطط لحياته الجاية، لأن حلمه يشوف صلاح ابنه البكري دكتور كبير. وبين سنة 1935 و 1936 كان صلاح نصر بيدرس في محافظة قنا، وتعرف على الصعيد بشكل كبير، وحب جدا الأقصر ودندرة وإدفو وكوم إمبو من زيارته ليهم كتير. وبعد سنة كاملة في قنا رجع مع أبوه القاهرة علشان ينهي دراسته الثانوية، وبعدها دخل الكلية الحربية في أكتوبر سنة 36. وأبوه ما كانش مرحب بالفكرة دي إطلاقا، لأنه عاوز ابنه يبقى دكتور زي ما قلنا. وطبعا الوقت ده كانت مصر متأثرة بأحوال الحرب العالمية التانية، وتشكيل وزارة ائتلافية ووزارة حسين سري، وحادثة 4 فبراير سنة 42، وانقسام وإقالة وزارة النحاس، واغتيال أحمد ماهر، وبعدين قرار تقسيم فلسطين، وحرب 48، ورجوع الوفد للحكم. وكل الأحداث السياسية دي اتأثر بيها صلاح جدا. وطبعا حكينا لكم كل الأحداث دي في حلقة الملك فاروق، ولو لسه ما شفتهاش هسيب لك الرابط بتاعها. ساعتها صلاح كان صديق لعبد الحكيم عامر في سنة 38 في وقت دراستهم في الكلية الحربية. وفي قعدة من القعدات بينهم عامر فاتح صلاح إنه ينضم لمجموعة الضباط الأحرار، وصلاح اتحمس جدا للفكرة وانضم فعلا ليهم. وكان جمال عبد الناصر بيدرس لهم مادة الشؤون الإدارية في الكلية بالمناسبة. وليلة ثورة 23 يوليو سنة 52 قاد صلاح نصر الكتيبة 13 اللي كان فيها معظم الضباط الأحرار، وقدم أداء محترم في شغله. وعشان كده عينوا عبد الناصر يوم 23 أكتوبر سنة 56 نائب لرئيس المخابرات. وكان علي صبري وقتها مدير المخابرات، وزكريا محي الدين كان مشرف على المخابرات والمحرك الأساسي ليها، علشان علي صبري كان مشغول بشغل مكتب عبد الناصر. وبالمناسبة صلاح نصر وزكريا محي كانوا على خلاف كبير جدا بسبب اختلاف توجهاتهم وآرائهم في المخابرات. يعني مثلا زكريا محي كان عاوز جهاز مخابرات يتخابر على الدول التانية والحكومات المعادية زي ما عبد الناصر كان بيفكر كده، لكن صلاح نصر كان مكلف جهاز المخابرات بحاجات ليها علاقة بأمن الدولة، وهي الرقابة ومراقبة المواطن المصري نفسه، مش بره زي ما زكريا عاوز. وهنا فصل عبد الناصر بين الاتنين، وتعين صلاح نصر رئيس المخابرات المصرية في سنة 57، واتطلب منه إنشاء الجهاز وظيفيا بشكل كويس. وتعين علي صبري وزير الدولة، وزكريا محي الدين وزير للداخلية. ومن هنا تم تغيير جهاز المخابرات وأهدافه كلها على إيد صلاح نصر. يعني ده كان جهاز للتجسس على الدول المعادية وحكوماتها وشعبها، بس بقى على إيده جهاز للتجسس على المصريين نفسهم في مصر، للحفاظ على أمن الوطن والحاجات دي كلها، مع إن ده أصلا من وظائف وزارة الداخلية مش المخابرات العامة خالص. وخليني أقول لك إنه استخدم المنصب ده لمصايب تانية كتير، منها الكسب المالي الغير مشروع، أو تهديد رجل الأعمال بتأميم ممتلكاتهم، أو يدفعوا نص ثرواتها اللي كان بيتم تهريبها لبنوك سويسرا. ده غير التخلص من كتير من رجال الفن علشان يستولي على زوجاتهم. وكان هو ووزير الإعلام السابق صفوة الشريف أو موافي تبعا لاسمه الحركي في الجهاز وقتها
واللي لسه لينا عنه حلقة كاملة. بيجندوا الفنانات والممثلات وبيستخدموهم لتلفيق التهم للناس الكبيرة بتفاصيل صعبة أخلاقيا نذكرها. ده كمان أمم أملاك المطرب الكبير محمد فوزي اللي بنى أكبر شركة اسطوانات وشركات إنتاج كبيرة، غير مؤسسات كتير خربها بسبب التأميم. وهنتكلم عن كل ده بتفاصيل أكتر قدام في حلقتنا. المهم يا عزيزي، كان بناء جهاز مخابرات محتاج تكاليف كبيرة وخبرة أكتر من تدريب ضباط تدريبات عالية. واستعان صلاح نصر برؤساء أجهزة مخابرات في بعض الدول علشان يساعدوه ويبعت ناس تتدرب هناك وتاخد خبرة تنقلها هنا. بس كان خوفه إن يبعت ناس كتيرة بأعداد كبيرة خوفا من إن جهاز المخابرات المعادية تعرف وتزرع عملاء وسطهم، فقرر يبعت أعداد قليلة تاخد الخبرة وترجع بالمداري أفضل. وبعدها عمل شركة نقل براس مال 300,000 جنيه كل أرباحها تروح لجهاز المخابرات. ولما صلاح نصر قال موضوع الشركة لجمال عبد الناصر قال له إنه عاوز يزود راس مالها، وفعلا وافق ناصر على خروج 100,000 جنيه من خزنة الدولة علشان يزود بيها صلاح نصر راس مال الشركة. وكمان دفع عبد الحكيم عامر مبلغ في راس المال. وبس يا سيدي، تم بناء جهاز المخابرات تماما، وركز بقى شوية مع الجانب المعادي الخارجي وخصوصا إسرائيل. وبالفعل الجهاز المصري ضرب جهاز المخابرات الإسرائيلي كتير جدا في الفترة دي، ونفذ عمليات كتير ضدهم. والعمليات دي بقت بتدرس في معهد المخابرات الدولية بالمناسبة، ومن أشهرهم القبض على الجاسوس الإسرائيلي جانج لودز. ده غير إن صلاح نصر كان ليه مؤلفات كمان زي الحرب النفسية معركة الكلمة، الحرب النفسية معركة المعتقد، تاريخ المخابرات حرب العقل والمعرفة، تاريخ المخابرات الحرب الخفية، الحرب الشيوعية الثورية. وكمان كتب مذكراته وقسمها على 3 أجزاء. وفي سنة 62 بقى كان في خلاف بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بسبب حرب اليمن، وصلاح نصر كان هو مفتاح التهدئة بين الطرفين. لكن على الرغم من ده قدم ناصر استقالته لأنه كان منحاز لجانب عبد الحكيم عامر، لكنه رجع لمنصبه بعدها بفترة. بس المرة دي الوضع كان متغير وبدأت الأمور تتوسع، وبقى في حاجة اسمها زوار الفجر. ويا ترى مين هم دول؟ دي ناس من المخابرات بتقتحم البيوت بالليل على المواطنين وتقبض عليهم علشان هم خطر على الأمن العام طبعا. وزوجة صلاح نصر اعتماد خورشيد اللي طبعا هنعمل لكم عنها حلقة لوحدها، قالت في كتابها شاهدة على انحرافات صلاح نصر اللي اتنشر في سنة 88 كل الكلام اللي قلنا ده وأكتر كمان. وقالت إنه أمر زوجها السابق إنه يطلقها علشان يتجوزها هو. وفي الوقت ده شعبية جمال عبد الناصر قلت جدا بسبب انحرافات المخابرات وأفعالها مع الشعب. فعندك تسجيل أسرار وتسجيل على الشخصيات العامة وتجنيد الفنانات علشان يوقعوا الناس الكبيرة في الدولة، وده كان بيحصل عن طريق تصويرهم وهم مع بعض في أوضاع غير أخلاقية، وتهديد بالصور والفيديوهات دي. ودول ناس كبيرة وبيخافوا من الفضيحة فيعملوا اللي هو عاوزه كله، وزوار الفجر طبعا زي ما قلنا. المهم عدت السنين ووصلنا لنكسة 67، ووقتها راحت زوجته وعدد من الفنانات لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر علشان يشهدوا ضد صلاح نصر واللي كان بيعملوه. وزوجته راحت معاهم لأنها كانت شاهدة على كل حاجة أصلا غير طلاقها بالإجبار. وهو قبل ده كان بيحاول معاها إنه يستدرجها لعلاقة محرمة، ولما رفضت حصول الجواز ده وبعد ما اتجوزها كلفها بمهمات سيئة جدا تعملها مع رجالة الدولة زي ما حكينا من شوية، لكنها قالت إنها رفضت. وعلى ذكر ده خلينا نذكر الفنانة برلينتي عبد الحميد اللي كانت هي وعبد الحكيم عامر في علاقة عاطفية خلصت بجواز عرفي، وكان عامر وعبد الناصر بيحرصوا جدا ان المعلومة دي ما تتسربش لأي جهة إعلامية نهائي. وصلاح نصر كان دوره انه يوفر لهم مكان آمن دايما علشان يتقابلوا فيه بعيد عن الأنظار والكاميرات. وكان في وحدة خاصة في جهاز المخابرات اسمها فتيات السيطرة، واللي كان ماسكها بشكل مباشر موافي. والهدف من الوحدة دي تجنيد أي فنانة حلوة ومرغوبة وصغيرة للمخابرات علشان تشتغل معاهم في الأعمال الغير أخلاقية دي بهدف تهديد الكبار بيها. يعني مثلا كان في حكاية عن ضابط كان مقرب جدا من فنانة معروفة جدا وقتها على أساس إنه شاب من فرنسا وحباها ووقعها في حبه، والعلاقة دي استغلها جهاز المخابرات وتم تصويرها واستخدامها في الضغط على الفنانة والضابط بعد كده. وبالمناسبة فالتصوير ده كان بيتسمى بفيديوهات الكنترول، يعني فيديوهات السيطرة. المهم إنه بعد النكسة ب2 شهر بس
كان مدير المخابرات المصرية صلاح نصر على موعد كبير مع المرض، ووقع في مكتبه في 13 يوليو سنة 67 مصاب بجلطة دموية في الشريان التاجي. وطبعا كان غريب انه يمرض ويجيله أزمة صحية كده وهو في كامل قوته وجبروته وسيطرته على بلد كاملة، وده سبب له أزمة نفسية كبيرة جدا. وبعد الواقعة دي بشهرين اتقتل أو انتحر عبد الحكيم عامر، وده كمان لينا عنه حلقة لوحده. وفي نفس الوقت دخلت الفنانات لمكتب الرئيس زي ما سبق وقلنا علشان تشتكي صلاح والأوضاع الحالية، وتم فتح التحقيق في قضية شهيرة اسمها محاكمة الثورة، وتم الحكم المؤبد على صلاح نصر، لكنهم أفرجوا عنه في أكتوبر سنة 74 بأمر من أنور السادات. وفضل صلاح في بيته بيصارع المرض وبيصارع تاريخه الأسود المليان بالدم والأفعال المحرمة. وإزاي راجل زي ده في قمة الجبروت بقى في القاع ورد سجون بعد ما كان بأمر منه ينهي ويبدأ ويتحكم في مصائر البشر. بس هو كان ناسي إن المتحكم والجبار والقوي اللي أقوى من أي مخلوق هو ربنا سبحانه وتعالى، لحد ما مات سنة 82 عن عمر 62 سنة وبعد الصراع مع المرض. خلصت الحكاية وأتمنى تكون عجبتكم. أما أنا فهقابلكم الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم مني تحية والسلام.